الخير. النهارده احنا في مراكش، وطبعا زي ما انتوا اتعودتوا مننا ان اي بلد بنسافرها لازم نجرب اغرب اكلاتها واشهر اكلاتها، وما كانش فيه احسن من ساحه جامع الفنا عشان نجرب فيه كل الاكلات اللي هناك. فيلا بينا بقى على ساحة جامع الفنا عشان نجرب هناك كل الاكلات المغربية المشهورة اللي انتوا قلتوا لنا عليها. احنا بقالنا هنا اكتر من اسبوع في المغرب، رحنا شيف شاون ورحنا اسفي ورحنا اماكن كتير قوي، بس قررنا ان احنا نختم الرحلة دي بمراكش عشان خاطر الفيديو ده بالذات. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه. وعايزه اقول لكم على قد ما احنا زعلانين ان احنا ماشيين من هنا بكره، على قد ما احنا فرحانين جدا، لان احنا لو قعدنا هنا اكتر من كده كان زماننا رجعنا 10 كيلو زياده، وبالذات بسبب الرغايف اللي احنا بنفطرها كل يوم والطقوس اللي احنا بنتغدى بيه بقالنا تقريبا اسبوع من كتر ما هو حلو. طاجين بقى وكسكس وما تعدش. وصلنا ساحه جامع الفنا. اول حاجه وصلنا عندها وعايزين نجربها هي البريوات. طبعا مروان هياخدها باللحمه زي ما كلنا عارفين، وانا هاخدها فيه بالجبنه. انا هاخد بالجبنه بس، واحده جبنه وواحده لحمه. ايه دي بروات يا جماعه؟ زمركاوي زمهلاوي. طب دي عباره عن ايه؟ دي عجينه؟ ورق عجينه. ورق، مش ورق جلاش يعني؟ لا لا. شكرا. السعر مغربي 10 بروات الكفتة. باللحم، هي بالنسبه لنا لحمه مفرومه مش بس كفته. هم بيقولوا عليها كفته. البروات دي محشيه رز وكفته وجزر. حلو جدا. هتديها كام من 10؟ دي 6 من 10. خلاص سيب لي حته. بصوا يا جماعه، انا مش من عشاق اللحمه خالص، انا بحب دايما الجبنه والخضار. انا متوقعتش تعجبني كده. حلوه جدا صح؟ حلوه جدا. جلاش قريبه للجلاش فعلا. انا اللحمه ممكن اديها 6 من 10، لان دي انا متاكده ان انا اديها اكتر. وندوق بقى اللي بالجبنه، احلى جدا. جبنه حادقه ولا عارف انه جبنه اللي بناكلها كل يوم في الرغايف؟ جبنه ملح خفيف خالص تقريبا ما فيهاش ملح. ايوه. برضو فيها رز من جوه وجزر. دي اديها 8 من 10 بصراحه. دي احلى بكتير. عجبتك اكتر يعني؟ تديها كام من 10؟ دي 8 من 10. هتشتري ايه يا مروان؟ كوكو وباليفي. باليفي دي كيكه، والكوكو دي اللي هي الحلوه دي. انت عارف انا اول مره اكلها ايه ده؟ وحلوه جدا. مش زفره خالص، هي طعمها عامله زي الغريبه. الحلوه دي اسمها كوكو، والراجل ده تقريبا هو اقدم حد هنا في مراكش بيعمل الحلوه دي. نجرب بقى الباليفا. باليفا ولا باليفي؟ باليفي. باليفي. حلو. صح كده. دي حمراء. كيكه طعمها حلو جدا فعلا، وهي زي بتاعت البيت بالظبط. الكوكو دي معروفه ان الاطفال بتشتريها بس كميه كبيره قوي، وبينزلوا هم اللي يبيعوها في الشارع. دلوقتي بقى رايحين نشرب عصير مشهور قوي في المغرب هنا اسمه زعزع، ورايحين اشهر محل بيعملوا هنا في الساحه واسمه فناشي دباشي. تعرف بقى ليه سموها اصلا فناشي دباشي؟ عشان الحي ده اسمه دباشي فسموها فناشي دباشي. وهو ده فناشي دباشي. هو اللي انا عرفت ان هو حط فيه موز وفراوله افوكادو وغالبا فيه كمان جوافه. انا حاسس ان انا باكل ايس كريم. هو حاطط فيه ميه ورد؟ لا، فيه ميه ورد على فكره يا جماعه. هو طعمه عامل زي الكوكتيل بتاعنا في مصر، بس فيه طعم ميه ورد قوي جدا. ده هياخد 10 من 10. دلوقتي بقى جينا عند مكان هنجرب فيه التين الشوكي الاحمر، وهنا اسمه كرموس الاحمر. وهو ده شكله، هو ده تين شوكي احمر صح؟ تين شوكي احمر. بسم الله. بص شكله عامل ازاي. الله. هو طعمه تين شوكي بس حامض شويه. حلوه جدا بس البذر بتاعك كبير شويه. اديها 7 من 10. انت عارف ان انا بموت في التين الشوكي اصلا؟ ايوه طبعا. بس اول مره ناكل الاحمر. بسم الله. ده مزز، دي مززه قوي. اديني واحده تاني كده. شكرا. تاني واحده مسكره برضه. دي مسكره. تانية كانت طعمه قريب لايه بقى؟ تين شوكي. صحيح، امال احنا بناكل ايه؟ لا 10 من 10. انا بحب التين شوكي اصلا. بنين يعني 30 حسابك؟ 25. ورا الكرموس بقى على طول يا جماعه في سوق الزيتون. فدلوقتي هنجرب الزيتون المغربي، لان الناس كلها بتيجي هنا بتتهبل على طعمه. السلام عليكم، عايزين ندوق الزيتون الحلو المغربي. بسم الله. ده الاسود ده اسمه رومي؟ رومي يعني طريقه روميه. هذا البلدي، هذا بالملح، هذا بالمي. البلدي احلى. ده طعمه عامل زي زيت الزيتون. ده اسمه ايه ده؟ مشكوك بدون عظم. ده زيتون بالزعتر. الله يا جماعه، نادي عبد المنعم 10 من 10 في الزيتون. كم حسابك يا عم؟ برافو.
فافو؟ ايه فافو ده؟ فايف يعني ولا ايه؟ فابور يعني مش خلاص يا جماعه تعالوا كلوا زيتون ببلاش من عبد المنعم. الله يخرب بيتك يلا الله يخرب بيتك. عبد المنعم ما رضيش ياخد مننا فلوس، بس لو جيتوا هنا ما تعملوش كده معايا يعني. دلوقتي يا جماعه احنا رايحين ناكل الطنجيه. بس احنا بقى يا جماعه رايحين مكان قابلنا 2 مغاربه قالوا لنا ان اجدادهم كانوا بيجوا هنا اصلا ياكلوه في ساحه الفنا، فهنروح دلوقتي ناكله لان هو الوحيد تقريبا اللي بيعمله بلحم بقري. الطنجيه وصلت. الطنجية المراكشية. اهلا بمصر الحبايب. الله. ايوه حلوه جدا، اللحمه دايبه ذوبان فظيع. حلوه قوي حلوه قوي. بيقول لك الطنجيه دي الرجاله هي المعروفه انها بتعرف تعملها اكتر كمان من الستات هنا في المغرب. 55 درهم. القتاي بتاعهم احلى من اي قتاي شربته من ساعه ما جيت المغرب، يعني ده قتاي بيتعمل في البيت. الطنجيه دي تاخد 9 من 10. لا الطنجيه دي هتاخد 15 مليون من 10. الو ورانا. الطنجيه ما ينفعش تاخد اقل من 10. طعم السمنه البلدي فيها خرافي. دلوقتي بقى يا جماعه الحلزونه، يما الحلزونه، وهي اكله غريبه شويه علينا لكن هي مشهوره جدا، وبيقولوا ان هي طعمها حلو وبيبقى معاها شوربه كده طعمها حلو جدا. هما بيقولوا ان هما بيخلوا الحلزون ده يصوم 3 ايام وبيشربوه ميه ورد. المهم يا جماعه انا ليه مش عايزه اكل الحلزون؟ عشان الحلزون ده بيبقى مليان في الجنينه عندنا وبيقعد يطلع كل شويه على الازاز، فانا مش متخيله ان انا اصلا بقرف من شكله وهو بيطلع على الازاز قدامي. طب انا هاكله؟ فانا خايفه شويه، بس انا واثقه في راي حبايبي المغاربه ان هو طعمه حلو. هو ده يا جماعه الحلزون بالشوربه. اتفضل. بص هي اصلا طالعه براسها بعينيها بشكلها كل حاجه فيها. والله حلوه. انت عارفه هي طعمها زي الحاجات اللي بناكلها من البحر. لا دي اديها 8 من 10. 8 من 10؟ لا حلوه جدا. وجي دوري انا مش متخيله ان انا ممكن اعمل كده. انت زلطتيها على طول ولا ايه؟ اندوغي استطعميها. لا استنى عشان بلعت الاولانيه هاخد واحده. ايه ده؟ دي ملحمه. لا يا ساره، لا يا ساره. بصوا يا جماعه انا اكتشفت ان الصغيره بتبقى احسن من الكبيره، يعني الكبيره اول ما حطيتها في بقي حسيت ان هي زفره جدا وما قدرتش ان انا ابلعها بصراحه. الصغيره بقى تحس ان انتوا كانكم بتنقنقوا كده. كام الحساب؟ 20. هديها 6 من 10. ايه ده ايه ده؟ ايه؟ لا هيقعد ولا حاجه؟ بوكس اهو لذيذ والله. لذيذ. انا عارفه ان انت بتحب الحاجات دي. كفايه واحد بس. الله الله الله. دلوقتي بقى هنجرب الحريره المغربيه دي يا جماعه. انا عندي فضول جدا ان انا اجربها لان انا دايما بحس ان هي شبه العدس بتاعنا. تعالوا بقى نشوف هل هي عدس ولا حاجه جديده. الله. عدس وشعريه وحمص وايه تاني؟ مطيشه طماطم يعني. تسلم حبيبي ام الدنيا وتحيا حبيبي. مصر. بريوات. انا بقول لك انا مغربي اكتر منك. تسلم حبيبي. لا هي مش ريحه العدس خالص بصراحه، ريحتها فول. لا هو عدس وكرفس وطعم الطماطم باين قوي. الشعريه بيضه مش زي بتاعتنا في مصر محمره، لا الشعريه بتبقى بيضه وعجباني المعلقه قوي. شكلي هسرقها قبل ما امشي. مش شبه العدس بتاعنا. مش شبهه خالص وفعلا فيها المطيشه كتير. هي المفروض بتتاكل مع حلويات. مع الشباكيه. ظبطت شويه كده. ايه ده بتهزر؟ بس هيبقى طعمها غريب خالص بالنسبه لي. هي بقت حلويات. بقت كده طعمها بقت حلويات آه. خالص. دلوقتي بقى نجرب حلوة الكوك. دي عبارة عن حلوة جوز هند، الواحدة بدرهم. شبه حلوة. حاجة عندنا. شكلمه. ايوه شكلمة، هي شبه الشكلمة عندنا. حلوة قوي ومحتاجة كوباية شاي. دلوقتي بقى يا جماعه هنجرب حاجه اسمها سفنج، وهي حاجه شبه الدوناتس كده مدوره وبتتقلي في الزيت. فجينا عند احسن واحد المفروض ان هو بيعملها هنا، بنصيحة كل المغاربة اللي قابلونا ان احنا نيجي المكان ده. كل اللي قابله يقول لنا لازم تروحوا تجربوها عند الراجل ده في ساحل الملاح. تعالوا بقى نشوف هي عبارة عن ايه. هتطلب لنا واحدة ولا جوج؟ لا تفلوش، لازم كده جوج. ده شكلها. هو انا حاسه انها دونت قوي. هي شبه الدونت بس محتاجه سكر. مش نفس طعم الدونت، انا مش حاسس ان هي نفس طعم الدونت. هي مليانه زيت شويه، فانا هديها 7 من 10 بس هي حلوه قوي.